ازيكم؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. الاوديو ده هي طاقة انا حسيتها وكنت هكتبها على المنتدى، بس انا حسيت ان كتير منكم محتاج يسمعها بصوتي، فخليني اقول لكم ايه الطاقة اللي انا حاساها النهاردة. انا حاسة ان في طاقة ناس كتير كده عايشة دلوقتي قلق كبير بسبب موضوع تكوين الأسرة. في ناس حاسة ان العمر بيجري، وفي ناس المجتمع او الاهل بيضغطوا عليهم بكلمات مش لطيفة ومش مناسبة، كلمات كده معتادة زي انت كبرتي او انت كبرت او انت لسه مفيش وظيفة او انت لسه ملقتش وظيفة. ايا كان ايه الشيء اللي لسه انت يعني مش حاصل في حياتك دلوقتي، هو بالاخص موضوع الارتباط او تكوين الاسرة. هي دي الطاقة اللي انا مستشعراها جدا، ودي الطاقة اللي مسببة لكم شوية حزن. طيب، المجتمع او اللي حواليك شايفين ان تكوين الاسرة ده سباق لازم نلحقه بسرعة قبل ما يفوتنا، بس الحقيقة مختلفة تماما. تكوين الاسرة مش سباق ومش فرض علشان نرضي الناس او نرضي اهلنا او نثبت اننا لحقنا العمر. لا، تكوين الاسرة رزق زي اي رزق تاني في حياتنا. في حد ربنا بيرزقه بشغل بيحبه، وحد تاني ربنا بيرزقه بفلوس، وحد تاني ربنا بيرزقه بصحة، وحد ربنا بيرزقه براحة البال، وبرضه في حد ربنا بيرزقه بشريك حياة وأولاد. أنا عايزة أقولك إن كل رزق وليه وقته، والوقت ده مكتوب عند ربنا، بس الضغط والخوف اللي جواك مش جاي من روحك صدقني. الضغط والخوف ده جاي من المجتمع اللي بيزرع فينا فكرة ان لو ما كونتش أسرة في سن معين يبقى في مشكلة. لكن الحقيقة ان ربنا ما خلقناش كلنا نعيش نفس التوقيت، ربنا ما خلقناش كلنا نعيش نفس السيناريو. كل واحد فينا ليه الخطة الزمنية الخاصة بيه، وليه رزقه المرسوم مكتوب عند ربنا وحده. وعايزة أقولك كمان، الزواج عمره ما كان مرتبط بعمر معين. اللي يفهمك كده أو اللي يفهمك إن في وقت محدد، ده للأسف فكره محدود جدا. زي برضو اللي بيقنعوك بإن أي إنجاز في حياتك مرتبط برضو بعمر معين. يعني مفيش حاجة مرتبطة برقم أو سن، مفيش عمر هو الفيصل اللي أقدر أقول أنا تميت كذا بس محققتش كذا، أنا تميت سن كذا بس محصلش معايا كذا. هو ربنا كاتب ده بالسن؟ هو ربنا ليه وقت معين، ليه وقت هو محدده. انتوا ليه بتحددوه؟ او انتوا ليه بتسلموا تفكيركم لناس بتضغط عليكم بالشكل ده او بالتفكير المحدود ده؟ خليني اقولك، مفيش عمر معين تقول بعده انا فشلت او الحلم فاتني. طول ما فيك نفس ربنا رزقك بيه، يبقى لسه ليك فرصة ولسه ليك رزق على الارض. انا عارفة انك ساعات بتحس انك لوحدك، او برضو ساعات بتحس انك متأخر، بس عايزة اقولك انت مش متأخر، انت ماشي في وقتك الصح. ولو صدقت ده قلبك هيرتاح والله. اللي بيخلي الخوف يزيد اننا بنسمع كلام الناس، وكلام الناس بيخلينا نقارن نفسنا بغيرنا، ونفتكر ان اللي عنده أسرة دلوقتي احسن او اكمل مننا. لكن مش شرط، كل شخص ليه اختبار، وكل رزق وليه معناه. وقبل ما تسأل امتى هعمل أسرة، جرب كده تسأل نفسك أنا جاهز أو أنا جاهزة نفسيا وروحيا إزاي علشان استقبل الرزق ده لما يجي. لأن يمكن الرزق ده لسه ما جاش لحد دلوقتي، مش عشان اتأخر، ولكن علشان لسه فيك حاجات محتاجة تكتمل أو تتعلمها الأول. صدقوني مفيش رزق بيتأخر، مفيش حاجة بتفوتكم، ربنا ما بينساش حد. يمكن تتفاجئ يوم انها جاتلك كده فجأة في وقت انت كنت فاكره ان هو خلاص متأخر،
وتكتشف ساعتها انه كان انسب وقت ليك. فلو قلبك تعبان من التفكير في الموضوع ده، خد نفس عميق وافتكر ان ده رزق زي اي رزق. الرزق مش بالضغط، رزق مش بالمقارنات، رزق مش عشان نلحق العمر، ده رزق بيجي برحمة من ربنا وفي توقيته الإلهي المناسب. أنا اتكلمت عن الموضوع ده تحديدا لأن الطاقة دي بقالها فترة معاكم وبتسبب لكم حزن وضغط، وحسيت ان لازم حد يفهمكم ويبص للموضوع ده كده من زاوية طمأنينة. حبيت اكون موجودة واسمعكم وطبطب عليكم شوية لاني قلبكم كمان يهمني. حابة اقول لكم اني من وقت للتاني كده كل يومين تقريبا هطلع اتكلم معاكم عن طاقتكم انتم بس، وعايزة نفتح قلوبنا كده سوا في المواضيع اللي بتشغل بالكم، غير فيديوهات الاسترسال دي هنعملها كده كده، بس فيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن طاقتكم او عن الرسالة اللي جايه لكم دي برضو رسالة من ربنا ليك دلوقتي، لان الموضوع ده تعبك وشاغل تفكيرك. فاسمعوا وهتهدى. ولو في موضوع حابين نتكلم فيه بشكل مباشر اكتبولي في الكومنتات وانا هختار من اقتراحاتكم عشان تكون الجلسة دي ليكم ومنكم. كونوا بخير. باي باي.